بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم جوج الانواع ديال عصير ديال التلاح. بما ان هذا هو فصل اللي كيبان فيه التلاح كثير، قررت انني نحط لكم كيفاش نستغلوا التلاح. لا جانا مثلا المذاق ديالو باسل ماشي حلو، ممكن اننا ما نلوحوش ونستغلوا في هذه العصيرات اللي غادي ندير اليوم. ان شاء الله تعجبكم الافكار ديالي وتطبقوها. ودابا نبداو بالمقادير. عندي نص دلاحه قطعتها طراف صغار وحيدت ليها الزريعه ديالها. النوع الاول ديال العصير غادي ناخذ ربع دلاحه مع نص كاس ديال الليمون و100 غرام ديال الفريز قطعته طراف صغار ومعلقه كبيره ديال العسل. ممكن الا كانت الدلاح ديالنا حلو ما نزيدوش العسل كثير، نزيدو غير كميه قليله، المهم على حسب الذوق. والعصير الثاني هو فيه معلقه كبيره ديال السنيده، 7 الوراق ديال النعناع، ونص كاس ديال عصير الحامض، وكذلك عندنا ربع دلاحه مقطعه ومحيده ليها لاضه. كناخذوا الخلاط الكهربائي كنديروا فيه ربع دلاحه. كنزيدوا عليه نص كاس ديال عصير الحامض، 7 ديال الوراق ديال النعناع، معلقه كبيره ديال السنيده، وكنطحنوا كلشي بلا ما. دابا كندوزو للنوع الثاني ديال العصير. كنزيدو عليه عصير، نص كاس ديال عصير الليمون، معلقه كبيره ديال العسل، مية غرام ديال الفريز، وكنطحنوا كلشي. وصفتي ديال اليوم راه كملات، كنتمنى تعجبكم. وهذا العصير راه كيجي لذيذ بزاف ومنعش، وكيصلح في ايام الصيف وبالاخص في رمضان. ان شاء الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. غادي يعجبكم بزاف، نتمنى تجربوه بالصحه والراحه.